وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح له الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. رواه البخاري في الأدب المفرد، وابن الجوزي في البر والصلة. وبوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب بر والديه وإن ظلما. فالواجب على الابن أن يكون برا بهما، وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما ورفع الصوت عليهما، حتى وإن كان بهذه المنزلة، أي ظالمين. وقوله يصبح إليهما محسنا، المعنى أنه يصبح كل يوم محسنا إلى والديه، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل برهما من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره. وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله، إذا بدأ اليوم ببر والديه وحسن المعاملة وطيب الخطاب. وكم هو جميل أن يربى الصغار، خاصة عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم، فيكون الواحد منهم متعبا أو مائلة نفسه إلى مزيد من النوم، فيتمنع، ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة، فيعود ألا يسمع والديه كلمة غير مناسبة. وأيضا يعينه والداه على ذلك بأن يوقظاه برحمة ورفق، ورحم الله امرأ أعان ولده على بره. قوله قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز، أو من أمه كذلك، فعليه ألا يلتفت إلى خطأ الوالدين، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة على الوجه الأخص، وألا ينسى هذا المعروف العظيم بسبب خطأ أو 2 أو 3 من والديه، بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروفهما السابق وجميلهما المتواصل.